احنا هنعبي الجمع خالص عشان البسكوته تبقى مليانه، عشان ده لاولادنا في البيت، احنا مش هنبيعه، ده للاولاد فيحبوا البسكوته كده تبقى مليانه. السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. تعالوا نشوف مع بعض يا حبايبي هنعمل ايه النهارده. هنعمل لاولادنا حاجه حلوه، ايس كريم. انا عندي حبايبي انا مش هعمل ايس كريم طبيعي النهارده بالفواكه الطازه، انا هعمل ايس كريم اللي هو البودره، اللي هو دريم، ده دريم ايس كريم بودره. معايا هنا يا حبايبي نشا، 3 معالق نشا كبار للعبوه الواحده. بسم الله، ادي معلقه واحده اهي، كل باكو يا حبايبي هياخد 3 معالق معايا. ادي الثانيه اهي، دول 3 معالق يا حبايبي بالظبط، هم انا معايرهم اهو، معلقه هرميه كبيره. بسم الله. معايا كمان يا حبايبي هنا الكوبايه دي ممسوحه سكر ابيض نظيف، بسم الله، خشن، مش مطحون ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. نص لتر ميه، ده نص لتر ميه يا حبايبي. الشفشق بتاعي دوت بيشيل لتر الا ربع، هو ناقص اهو. هضيفه على النشا هنا. بسم الله. انا هعمل نكهتين يا حبايبي، مش نكهه واحده، الفانيليا والفراوله. بسم الله. انا دوبت يا حبايبي النشا والسكر كويس، هرفع دلوقتي على النار ابيض زي ما هو، مش هضيف اي حاجه. بسم الله. رفعت دي على النار اهو. الثانيه نفس الحكايه يا حبايبي، ضفت الكوبايه الا ربع سكر، الكوبايه الممسوحه مش كوبايه الا ربع، يعني الكوبايه ممسوحه، والثلاث معالق نشا برضو. بسم الله. ادي الميه اهو. بسم الله. عشان احنا هنعمل الايس كريم بتاعنا بنكهتين، فلازم نحط حلتين على النار، مش حله واحده. هرفع الحله الثانيه يا حبايبي على النار مع التقليب، مش هسيبه خالص يا حبايبي لان النشا بتاعتنا بتربط بسرعه. خلاص يا حبايبي انا رفعت الحلتين من على النار اهو. هضيف الاول اللي هو بالفانيليا ده. بسم الله اهو. انا شلت المهلبيه بتاعته من على النار اهو، وهنزل عليها بالمسحوق اللي هو دريم. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك بالفوطه بس كده. خلاص كده يا حبايبي، ده هينزل في الكيس، بس لما ندوب التاني ده كده يكون هدي من النار شويه عشان ده سخن. ده الفراوله يا حبايبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول نشتغل بالفانيليا عشان المضرب، لان انا بشتغل بالمضرب اليدوي عشان ما ناخدش اللون الابيض على الاحمر. بسم الله. دلوقتي الايس كريم هيهدى معانا بعد ما دوبته كده تمام اهو بالشكل ده يا حبايبي كده. هنزله دلوقتي في الاكياس ديت، دي اكياس التلاجة اللي بنخزن فيها الخزين في التلاجة نظيفه، او ما عندكيش الاكياس ديت وعندك علب بلاستيك اللي هي برضو علبه الخزين بتاع التلاجة اللي بنحط فيها حاجات في الفريزر بلاستيك برضو، ده في كيس لوحده وده كيس لوحده، وهيخش الفريزر ان شاء الله يا حبايبي 6 ساعات كاملين. ده هيقعد في الفريزر معايا. معلقه كده ننزله بيها. بسم الله. بسم الله. هو لسه سخن شويه بس هعبيه. بسم الله. النظام ده يا حبايبي كده. خلاص كده يا حبايبي انا عبيته في الكيس اهو، عبيت اللي بالفانيليا اهو. هعبي الباقي مع نفسي يا حبايبي كده، وهربط الكيس بتاعي بالشكل ده كده كده اهو، هربطه مع نفسه كده، وهروح محطاه في الفريزر. مش على الشبكه تحت يا حبايبي ولا حاجه، ده لازم يخش الفريزر لمده 6 ساعات، وبعدين هنطلعه نشوف مع بعض هنعمل ايه. يا حبايبي مش هعمل الايس كريم بالمضرب الكهرباء، لان مش كل بيت فيه مضرب كهرباء يا حبايبي. انا هعمل في الخلاط تعمليه، في كبه عاديه خالص زي ديت تعمليه، يعني اي حاجه عندك موجوده في بيتك ان شاء الله هتعمل بها ايس كريم لعيالك. اهم حاجه نعمل الايس كريم في البيت. مش كل الكميه، هننزل جزء منها والجزء الثاني على مرحلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبه العاديه بتاعتنا خالص. بسم الله. بسم الله. ننزل في طبق يا حبايبي تاني كده، لان بعد برضه ما هيتضرب في الكبه كده هعبي منه الكوبايات او الاجماع اللي عندي او اي شيء موجود عندي، هعبيه للاولاد، واللي هيفضل معايا لازم يخش الفريزر طوال على طول. الشكل النهائي الفراوله انا حطيتها في الفريزر بعد ما ضربتها على الكبه يا حبايبي، حطيتها بالظبط تلت ساعه في الفريزر. ما شاء الله بقوامها كريمه عامل ازاي اهو. بسم الله. معايا هنا يا حبايبي البسكوت ده اللي الاطفال بيحبوه، يعني مش احنا مش لازم البسكوت بس عشان هم الاطفال بيحبوه، يعني ده باقي عندي، ده كان 25 جمعه من ده يا حبايبي ب5 جنيه بس.
بس انا باجي عند الثلاثه دول اهم. وفي عندي كوبايات اللي هي دي كوبايات القهوه يا حبايبي، الكوبايات اللي هي الكرتون دي برضو انا هستعملها للايس كريم، علشان مش عندي كوبايه الايس كريم النهارده. فاي كوبايات عندك كوبايات جزاز، اي كوبايات عندك هتستعمليها ان شاء الله هتمشي معاكي. بسم الله. هاخد معلقه ابيض ومعلقه احمر كده يا حبايبي. بالشكل ده كده اهو. ده القمع برضه نعبي قمع معانا اهو. بسم الله. احنا هنعبي القمع خالص عشان البسكوته تبقى مليانه، عشان ده لاولادنا في البيت، احنا مش هنبيعه، ده للاولاد فيحبوا البسكوته كده تبقى مليانه. بسم الله. نحط لهم من ناحيه كده احمر. بسم الله. بالهنا والشفا الحبايبي.